وعندي بس رساله واحد شخص كده انتوا عارفينه هجاص، هو عايزهم يهدوا شويه. يا ابن الهبله، يا عبيط، يا ابن العبيط، انت كلمت بعد ما زقك نجار الديكور. يا عبيط، يا ابن العبيط. لا، الاهلي جابك من المغارات، الاهلي جابك كنت مرمي في الشارع، الاهلي جابك كنت مالكش لازمه، الاهلي عملك بني ادم، الاهلي قعدك في مكان نظيف، الاهلي عمل لك ماتش اعتزال، الاهلي حطك في مقام ما كنتش تحلم بيه. بص على جزمه الكابتن عدلي القيعي وانت بتقول له يا كابتن عدلي اي شغلانه، اي شغلانه يا كابتن عدلي في النادي الاهلي، امشي كده من قدام النادي الاهلي. اطلع يا كابتن عدلي وقول للتاريخ. هو مين بيعجب الكابتن رضا عبد العال في مصر؟ يا ابن الهبله، يا عبيط، يا ابن العبيط. ولكن الهجاص لو اتعدل ديل الكلب يتعدل الهجاص. اللي ماسك القناه بتاعتك نجار موبيليا، انت ناسي ولا ايه؟ النادي الاهلي انتشلك من كفر هرمز. انت لعيب كان اخرك ربع ساعه. انت اللي طلبت انك تشتغل في النادي الاهلي عشان مش لاقي شغل ومش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حضرتك اذا كانت دي اول مره بتشاهدني او بتشاهد القناه، يا ريت حضرتك تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، وفضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشاركين معانا. على بركه الله نبدا الفيديو. كل عام وحضراتكم بخير. اتمنى لكم تكونوا باحسن صحه كلكم واحسن حال. الفيديو اللي معانا بخصوص رضا عبد العال اللي هو مفكر نفسه ترند، اللي طالع بيقول انا التسريح بتاعي بيقلب مصر. ما قضيه الدعاره بتقلب مصر، قضيه دعاره بتقلب مصر. فانت الترند بتاعك ما بيقلبش مصر. انت مين فعلا؟ يعني انا مش شايف حد بيحبك حتى ياكد الكلام اللي انت بتقوله. لما تهين لاعب وتقول له انت وشك نحس، انت مين؟ انت لعيب كان اخرك ربع ساعه. ايوه انت لعيب كان اخرك ربع ساعه. انت كنت بتقعد على الدكه بتتحايل على اللي جنبك، بتتحايل على المدرب يلعبك 5 دقايق مش ربع ساعه. النادي الاهلي انتشلك من كفر هرمز، انت ناسي ولا ايه؟ ها؟ انت اللي رحت المهندس عادل القيعي تعرض عليه نفسك وتبوس الايادي. انت اللي طلبت انك تشتغل في النادي الاهلي عشان مش لاقي شغل ومش. استغفر الله العظيم كل ذنب. هقول انك كنت بتسعى انك تاكل عيش. مفيش نادي مسكته لما هبطته. اعلاميا انت ما بتعرفش تتكلم. اعلاميا انت ما بتعرفش تتكلم. وجايب شويه دلاديل معاك. حتى اللي ماسك القناه بتاعتك نجار موبيليا. وجايب لي واحد هجاص. لو ما لقاش حد يحقد على نفسه يحقد على العالم كله ويكذب الصادق. وجايب واحد الاهلي مش عايز يشغله برضه نفس القصه. الاهلي اكبر منكم بكتير، انتم ولا حاجه. وعشان انا الساده المشاهدين لان الفيديو طويل جدا فانا مش هتكلم كتير، انا هسيبهم يتفرجوا. لكن انت بجد لعيب اخرك ربع ساعه. اسيبكم تتفرجوا نشوف مين اللي وشه نحس. هجاص مصر الاول. هو مين بيعجب الكابتن رضا عبد العال في مصر؟ لازم الناس ترد يعني، خلاص اسمع من هنا وفوت من هنا. امام عاشور فاجأنا بتصريح مهم جدا وانا ليا رد قوي في هذا الموضوع. هجاص مصر الاول. طبعا هم بيقولوا له لازم تهجص على كان خاطر التهجيص بيجيب معاك بالدولار. فطبعا يعني لا يمكن انك انت تشوف عكس الناس كلها. طالع يقول لك امام عاشور ما يجيبش بطوله مع الاهلي، امام عاشور لا يصلح، كولر مدرب على ما تفرج، الكلام ده كله. فالنهارده امام عاشور خرج عن صمته. ليه؟ ما فيش حد طبيعي يقول لواحد واخد برونزيه العالم ومان اوف ذا ماتش في كاس عالم للانديه يقول له طب بطوله بالصدفه ووديه وما تسويش حاجه. فالنهارده امام عاشور لقي نفسه قدام الرد عملي. اول بطوله اللي مع النادي الاهلي فقال له كده وش، قال البطوله دي هي بطولتي الاولى مع الاهلي ودي ردي على هجاص مصر الاول. فما انك انت رديت
اديله برضه كلمتين في جنابه، ولكن الهجاص لو اتعدل ديل الكلب يتعدل الهجاص. قال لك هجاص والناس كلها عارفاه، انا واخد كاس العالم وادي اول بطوله سوبر مع النادي الاهلي، ولولا ان في الاهلي يمنعوني من الرد انا كنت رديت باقصى من ذلك. على هجاص مصر الاول. النهارده انت لازم تعرف انك انت بتعمل ده سواء في النادي الاهلي او في الزمالك او في امام عاشور او في غير امام عاشور، لانك انت حاقد وسوداوي. يعني هذا الهجاص يا جماعه لازم تعرفوا انه يحمل سواد كفيل انه يحرق بيه امه. والله يعني ممكن يحرق امه من السواد اللي في قلبه. فربنا سبحانه وتعالى ما يوريكم سواد القلب وسواد البصيره. اصبر على كيد اللئيم، فهجاص مصر ده اكبر سوداوي واكبر لئيم. اصبر على كيد اللئيم فان صبرك قاتله. ده لازم تديله على قفاه وتعلمه الادب علشان يعرف ان الناس محترمه وان الناس لها حرمات وهناك سقف وضوابط لابد ان تراعى عندما تتحدث عن الاخرين. مش عايز غير ضرب الصرمه. هجاص مصر الاول سوداوي عايش على تاريخه وعايش على، طبعا لا استطيع ان امس تاريخه لانه راجل تاريخه ده من عرقه ومن جهده ومن جبينه، لا استطيع ان امسه. انا بحترم كل واحد وبحترم تاريخ كل واحد بقى. اوعى تفكر انه بيتكلم عشان اصلاح او بيتكلم عشان ينتقد، لا لا لا، كله ده بعيد عنه تماما. المهم فمش غريبه انك تلاقيني بتكلم عشان افضح لك حقيقته لانه فعلا مريض مريض مريض. وانا قابلت الاخ ده اللي هو اساس كل الفتنه دي، اللي جابوا بيطلعوا ترندات واحكي لكم السبوبه وشراء الهوا وايه اللي حاصل. وعلى كده هم كارهين النادي الاهلي. ليه؟ لانهم هم كارهين النادي الاهلي لان بانيين مشاهداتهم على تدمير النادي الاهلي. وانا بقول لك اهو لاول مره دول اصحاب اجنده وبيقبضوا، اصحاب اجنده وبيقبضوا. وكان كبيرهم اللي لاممهم زي سحرة فرعون كان ماسك قناه كانت متخصصه في حرب النادي الاهلي لغايه ما قفلت. واقول لكم وديكم من الشعر بيت، حاولوا يتواصلوا مع احد الشيوخ السعوديين وقالوا له، وانا مسؤول عن الكلام ده، قالوا له عندنا استعداد ندمر لك الاهلي ونشتم الكابتن محمود الخطيب 24 ساعه مقابل ان حضرتك تصرف لنا على البرنامج او تعمل لنا قناه رياضيه. قال لهم انا موضوع ملف الرياضه في مصر قلقته بالثلاثه وليس بيني وبين احد الا الاحترام، وانا بتكلم عن معلومات. وقلت لهم قبل كده ابعدوا عن ملف الاهلي علشان ما خليش الناس تتفرج عليكم. لا عندهم ضمير ولا بيحترموا ميثاق اعلامي، وانا بتساءل مش سايبين ليه. سيبك مش هكلمك دلوقتي عن تدمير التاريخ وليه بيعملوا كده مع اللعيبه، ولكن انا بكلمك دول وثقوا ناس وبعتوا رسائل علشان هم من اول ما اشتغلوا ما وراهمش غير تدمير النادي الاهلي. واوعى تفكر انهم زملكاويه، لا هم مصلحجيه. لو تدمير الزمالك في صالحهم هيشتغلوه، تدمير الاهلي في صالحهم هيشتغلوه. بقول لك عرضوا انهم يشتموا الاهلي ويبهدلوا الاهلي والكابتن محمود الخطيب بمقابل، واتقال لهم خسئتم، انتوا ناقصين، انتوا واطيين، انتوا ما ينفعش تبقوا بني ادمين. فالشله دي يا جماعه انا الاوان انها تتفضح وتتكشف، انا الاوان انها تتفضح وتتكشف. دي شله شغاله لمن يدفع مصلحجيه، ما سايبينش حد في حاله. انا في مجالي بيحاربوني، لاعب كوره في مجاله بيحاربوه، مش عارف مين بيحاربوه، قصه كبيره. بانيين مشاهداتهم زي الراقصات، كل ما تجلى حته كل ما مشاهداتها تزيد اكتر، كل ما تعلى حته كل ما مشاهداتها تزيد اكتر. كل ملفهم الاسود معروف في الوسط كله. هذا السوداوي هجاص مصر الاول لقي ضلته معاهم فمسكوه وراحوا مبرمجينه بيشتغلوا سكريبت. ومن اول ما ظهروا على الساحه اتحداك ما فيش وراهم غير تدمير النادي الاهلي، ما فيش وراهم غير تدمير المحترمين، ما فيش وراهم غير تدمير كل واحد عنده سمعه طيبه، ولكن مركزين قوي على الاهلي. ولكن سقطة هجاص مصر الاول اللي حصلت، واخد بالك انت، ان هو طلع راح قال لك ايه، الاهلي بطولته بالحكام والزمالك بطولته بالحكام. بيشكك في تاريخ الكوره كله، لان تاريخ الكوره المصريه هو اهلي وزمالك.
عارف هجاص مصر الاول ده لازم الهجاص اهو اهو، الهجاص اهو اهو، لازم تزفوه كده يا جماعه. اه والله العظيم، الهجاص اهو اهو، الهجاص اهو اهو، الكذاب اهو، هو كده لازم يتفضح، لازم الناس تعرف انه هو كده، لازم الناس تعرف انه اخره كده. طب ايه قصته مع الاهلي؟ كراهيته للاهلي ليه؟ اقول لك انا على روايه. لما كان ماسك النادي اللي كان ماسكه، اللي هو في احد ضواحي القاهره الكبرى او القليوبيه، طلب انه يلعب ماتش ودي مع النادي الاهلي. بقول لك كلام هو برضه لاول مره، طلب انه يلعب ماتش ودي مع النادي الاهلي. تمام؟ الاهلي وافق. قناه الاهلي، ايوه يا ايمن، يا ايمن سيف صح، وقتها راحوا عملوا معاه لقاء. تعرف اللقاء اللي عملوا ايه؟ اللقاء اللي عملوه، انا يا جماعه انا بوجه نداء من خلال قناه النادي الاهلي، يا ريت تشغلونا حتى في قطاع الناشئين بدل من البهدله اللي احنا فيها دي. الاهلي ده نادي عظيم، الاهلي ده بيتي، الاهلي ده احسن نادي في الكون، التسجيل معايا، الاهلي ده احسن نادي في الدنيا. وبعديها تواصل مع بعض الناس عشان يشتغل مدرب في قطاع الناشئين، وجه لقوه ابيض يا ورد، ابيض يا ورد، فما كانش ينفع. ابيض يا ورد. انا حبيت ارد عليه عشان ادوجه من نفس الكاس اللي مدوج بيه الناس كلها وظالم الناس كلها، يدعي الفهم وهو ما بيفهمش، يدعي الوعي وهو اعمى، يدعي البصيره وهو بني ادم ما عندهوش اي نوع من انواع البصيره، يدعي المعرفه وهو جاهل. نجوميته وشعبيته كلها مبنيه على الفيك والكذب والفنكوش. الهجاص اهو اهو، الهجاص اهو اهو، الهجاص اهو اهو. فاللي زي ده زي ما قال لك الدين، افضحوه، عرفوا الناس حقيقته. بيقول لي امام عاشور انت نهس على الاهلي. بص شايف، بيقول لي امام عاشور انت نهس على الاهلي. انا هحكي لك موقف، هو بيقول لي امام عاشور انت نهس، هو اللي نهس على الاهلي. اول مباراه افريقيه لعبها مع النادي الاهلي كانت ماتش السوبر سنه 94، ودي المباراه الوحيده اللي خسرها الاهلي من الزمالك في السوبر الافريقي. ولو تفتكروا هدف الكابتن ايمن منصور. دي اول مباراه افريقيه لعبها مع النادي الاهلي في سنه 94، السوبر بتاع جوهانسبرج في جنوب افريقيا، مباراه ايمن منصور، والاهلي اتغلب فيها 1-0 بهدف السوبر. يعني مين النهس بقى يا هجاص؟ الهجاص اهو اهو، الهجاص اهو اهو، الهجاص اهو اهو. يا عم انت ما عملتش غير ماتش شبين الكره اللي بالصدفه اللي انت لعبتها دي. يا اخي انت فشلت في كل حاجه، انت فشلت في كل حاجه، مفيش حاجه نجحت فيها. ماسك امام عاشور شتيمه، وماسك الاهلي تجاوز، وماسك الزمالك تجاوز، وماسك مفيش لا مدير عاجبك ولا مدرب عاجبك ولا غفير عاجبك ولا دكتور عاجبك ولا لاعب عاجبك ولا رئيس نادي عاجبك ولا حد عاجبك. انت مين؟ انت مين يعني عشان مفيش حد في الدنيا عاجبك؟ ايه يا عم بتكره الناس كلها كده ليه كلها؟ ايه اللي هتاخده معاك لما تموت؟ لايكات، دولارات، ترندات مش هتنفعك، والله العظيم ما هتنفعك. انت زيك زي الرقاصه بالظبط، كل ما بتخلق حته مشاهدتها بتزيد، لكن بعد كده الناس بتبصق عليها وتسيبها وتمشي. خلاص قلعت كل حاجه، انت قلعت مرض، انت قلعت كل حاجه، ما عادش في حاجه تسترك. الحق نفسك قبل فوات الاوان، يمكن ربنا يهديك ويرحمك. سيب الناس في حالها. اخدكم بقى لنهايه السنه اللي قلبها غم هجاص مصر الاول، علشان هو احمق وأمعة وفاشل وملوش لازمه. هذه المره ربنا سلط عليه نفسه، وربنا ما يوريك لما البني ادم يتسلط عليه نفسه. فراح طعن في بطولات الاهلي وبطولات الزمالك، فعمل زي العبيط، لهبل العبيط، العبيط اهو اهو، الهجاص اهو اهو، العبيط اهو اهو. والله العظيم مرض نفسي خلاص. بص ده وصل للنرجسيه، انه تحول الى مريض نفسي،
انت واحد من اقل واتفه من عرفتهم في حياتي. هجاص مصر الاول العبيط لهبل، عشان تبقى عارف هو ضمن شبكه عنكبوتيه كل همها تدمير كل ما هو جميل. عمل العمليه جديد كان بيسلم على الناس منكسر، ما هو اذا اصابتهم مصيبه راح قال لك يا رب انقذنا، ولما جالهم الرخو كانهم وبين الله حجاب. ده لما كان ماسك فرقتين لعبوا دوري ممتاز جابهم الارض، طالع يقول لك الاهلي نكر جميل نكر جميل، الاهلي عملك بني ادم. اقول لك الاهلي جابك منين؟ قارني بحاجات. جابوا من كفره هرمس، الاهلي جابوا من شقه في كفره هرمس، وانا بقول لكم حاجات للتاريخ. جابوا من شقه في كفره هرمس متواضعه، كلنا متواضعين لله وعلى باب الله، بس عشان ما يقولش الاهلي عمل لي ايه. الاهلي جابوا من شقه في كفره هرمس اتجمع له ثمنها من الاهلاويه ناكر الجميل اللي بياكل وينكر، ووداه شقه في مدينه نصر، اول شقه محترمه عاش فيها في حياته. لكن بشهاده الناس كلها بيكره الاهلي بجد والله، بيكره الاهلي جدا. يا ابني انت انا اللي قايل لك يا ابن الهبله، يا عبيط يا ابن العبيط، انا اللي قايل لك. لا الاهلي جابك من المغارات، الاهلي جابك وانت مرمي في الشارع، الاهلي جابك وانت مالكش لازمه، الاهلي عملك بني ادم، الاهلي قعدك في مكان نظيف، الاهلي عمل لك ماتش اعتزال، الاهلي حطك في مقام ما كنتش تحلم بيه. ولكن انت بصت على جزمه الكابتن عدلي القيعي وانت بتقول له يا كابتن عدلي اي شغلانه اي شغلانه يا كابتن عدلي في النادي الاهلي، امشي كده من قدام النادي الاهلي. اطلع يا كابتن عدلي وقول للتاريخ انا بطلب شهاده الكابتن عدلي القيعي للتاريخ، للتاريخ، تحت مسمى هجاص مصر الاول. بتاخد السكريبت تقول الكلمتين عشان وانت طالع تاخد القرشين. انت سكريبت يا هجاص. انت كلمت الراجل بعد ما زقك نجار الديكور اللي عامل فيها رئيس قناه، والتاني اللي عامل فيها رئيس تحرير، والاتنين خرنجات. ده مجنون رسمي يا جماعه، والله العظيم مجنون رسمي. اشكر حضراتكم لحسن المشاهده، واتمنى ان انا اكون وفقت في هذا الفيديو. واخيرا ارجو من حضراتكم اذا ما كنتش اشتركت في القناه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويا ريت من فضل حضرتك تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين معانا. وكل عام وحضراتكم بخير، وعام سعيد عليكم وعلى العالم كله باذن الله. وعلى الساده مشاهدي قناتي كل عام وحضراتكم بخير وفي اتم صحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.